هلو على أجدع ناس. بيبدأ فيلمنا وبالتحديد في مملكة صغيرة في فرنسا، وبيكون بيحكمها ملك ظالم بيفرض ضرايب كتيرة على الفقراء، وبيقيم الناس على أساس فلوسهم وجمالهم. وفي يوم بيحتفل الملك في القصر بتاعه مع الوزراء والأغنياء، وأثناء الاحتفال بتدخل عليهم ست عجوزة وبتطلب منه إنها تقعد في القصر فترة قصيرة علشان في عاصفة ثلجية في المدينة وما عندهاش بيت تاني تحتمي فيه، وبتديله وردة حمراء كهدية ليه، وبيطردها من القصر لأنها ست عجوزة وفقيرة في نفس الوقت. وطبعا ده لأنه بيقيم الناس على أساس جمالهم وفلوسهم، فبتحذره الست دي إنها ما تنخدعش بالمظاهر، وبتقوله إن الجمال الحقيقي في قلب الإنسان مش في شكله. وفجأة بتتحول الست العجوز دي لساحرة جميلة، فبيعتذر لها الملك وبيطلب منها انها تسامحه، ولكن الساحرة بتتجاهل كلامه وبتقرر انها تعاقبه، فبتحوله لوحش شكله مخيف، وبتقوله ان هي لعنته هو وكل اللي موجودين في القصر علشان بيحكموا على الناس بالمظاهر، وبتعرفوا ان اللعنة دي مش هتتفك قبل ما يلاقي حب حقيقي، ولكن لازم يلاقيه قبل ما تقع كل اوراق الوردة اللي هي ادتها له. ولو وقع كل اوراق الوردة دي قبل ما يلاقي البنت اللي هتحبه هيفضل وحش طول عمره. وعشان محدش يحاول انه يساعد الملك، قررت الساحرة إن هي تمسح ذاكرة كل أهالي المملكة علشان ينسوا إن في ملك كان بيحكمهم. وبيفضل الملك قاعد في القصر وحاسس بالإحباط لأن مستحيل حد يحبه بالشكل ده، وبالتالي قرر يتقبل مصيره ويستنى أوراق الوردة كلها تقع وإنه يفضل وحش للأبد. وبنروح بعد كده لبنت بسيطة جدا اسمها بيل، وبتكون بيل عايشة في قرية فقيرة في فرنسا، وتعتبر جزء من المملكة اللي بيحكمها الملك الوحش. وعلى الرغم إن بيل كانت بنت جميلة، لكن أهالي القرية شايفينها غريبة لأنها دايما منعزلة وبتحب القراءة، وكمان لأن هي رفضت تتجوز من جاستون قائد الجيش اللي كان البنات بتجري وراه. وبنشوف بيل وهي رايحة لوالدها اللي بيشتغل مهندس، وبتسأله والدتها ماتت ازاي، فبيرفض والدها انه يتكلم وبيقول لها ان هو رايح السوق يشتري شوية حاجات، فبتطلب منه يجيب لها وردة وكتاب جديد تقرأه. ولما بيمشي بيجي جاستون وبيعرض عليها الجواز، ولكن كالعادة بيل بترفض وبتقوله ان هي ما بتفكرش في الجواز نهائي. وبالليل بيكون والدها في طريقه للبيت وبيهجم عليه مجموعة ذئاب وبيكسروا العربية بتاعته، فبيركب الحصان بتاعه وبيدخل الغابة بسرعة لحد ما بيوصل لقصر الملك الوحش، فبيقرر يدخل القصر ده علشان يقعد فيه لحد لما يطلع النهار ويرجع البيت. فبيبدأ يكتشف القصر وبيلاقي أكل موجود على السفرة وبيقعد ياكل، وفجأة بيلاقي كوباية شاي بتقرب منه وبتتكلم معاه، فبيرتبك هنا والد بيل وبيحس ان في حاجة غلط، فبيخرج بسرعة من القصر. وقبل ما بيمشي بيشوف شجرة فيها ورد، فبيفتكر بنته بيل لما طلبت منه وردة، ولكن فجأة بيهجم عليه الملك الوحش وبيقول له انه هو هيعاقبه علشان هو سرق وردة من الجنينة بتاعته. فبيخاف الحصان بتاع والد بيل وبيطلع يجري لحد ما بيوصل للقرية. ولما بتشوف بيل الحصان بتفهم ان والدها حصل له حاجة، فبتركب الحصان بسرعة وبتطلب منه ان هو يوديها للمكان اللي والدها كان فيه. وبالفعل بتروح قصر الوحش، واول ما بتدخل بيتكلم الشمعدان وبتتكلم الساعة، وبيقولوا البعض انه ممكن تكون البنت دي هي اللي هتفك اللعنة بتاعتهم. وبنفهم ان الساحرة لما كانت في القصر لعنت كل الوزراء والاغنياء وحولتهم لادوات في القصر. فبتسمع بيل صوت والدها وبتاخد الشمعدان وبتروح تدور عليه لحد لما بتلاقيه محبوس في زنزانة جوه القصر. فبيقول لها والدها ان القصر ده ملعون، وبيطلب منها انها تمشي بسرعة قبل ما الوحش يظهر تاني ويحبسها هي كمان. وفجأة بتسمع صوت الوحش وبيتكلم معاها من بعيد وبيقول لها ان والدها سرق وردة من الجنينة بتاعته، فبتسخر بيل من كلامه علشان حبس والدها علشان وردة، وبتحاول تستعطفه عشان يخرجه، ولكن الوحش بيتعصب عليها وبيقول لها ان هو تعاقب وتحول لوحش علشان رفض ياخد وردة من ساحرة. فبتقرب منه هنا بيل علشان تشوف شكله، وعلى عكس كل اللي شافوه بتكون بيل مش خايفة منه وبتقوله ان هي عاوزة تتحبس مكان والدها. وطبعا والدها بيرفض وبيقول لها ان هو خسر والدتها ومستحيل يخسرها هي كمان، فبتطلب من الوحش ان هو يخليها تتكلم مع ابوها لمدة دقيقة وتودعه. فبيقول لها ان الزنزانة لو اتقفلت مستحيل تتفتح مرة تانية. واول ما بتدخل بيل والدها بتحضنه وبتطلعه بره الزنزانة عشان تتحبس مكانه. فبيقول لها الوحش ان هي حكمت على نفسها بالسجن مدى الحياة، وبياخد والدها وبيطرده من القصر. وبعد شوية بيتحرك الشمعدان وبيفتح لها الزنزانة وبيقول لها ان هو عاوز يوديها أوضة نوم علشان تستريح. فبتتصدم بيل وبتضربه بالكرسي لان هي مش مصدقة ان في شمعدان بيتكلم. فبتيجي الساعة وبتقول لها ان الساحرة لعنت كل الناس اللي كانوا في القصر وحولتهم لأدوات،
وبتبدأ تفهم بيل الموضوع، وبعدها بياخدوها في جولة للقصر وبيقولوا لها إن هي محبوسة بس ممكن تتحرك في أي مكان في القصر إلا مكان واحد، وهو الجناح الغربي، علشان الوحش منع أي حد يدخله. وبيودوها للأوضة اللي هتنام فيها، وبتتفاجئ بيل إن الدولاب بيتكلم، فبتفهم إن أي حاجة في القصر ده ممكن تتكلم، فبتمسك فرشة الشعر وبتتكلم معاها، فبتقول لها الساعة إن دي فرشة عادية ومش بتتكلم. وفي الوقت ده بيوصل والد بيل للقرية وبيجمع كل السكان وبيقول لهم إن في وحش خطف بنته في القصر بتاعه، وإن في عاصفة ثلجية هناك. فبيستهزئوا بكلامه لأنهم في الصيف ومستحيل يكون في عاصفة ثلجية في الوقت ده، ولكن بيقطعهم جستون اللي معجب ببنته بيل وبيقوله إنه هو هيساعده. وبنرجع تاني للوحش اللي في القصر، وبيكون داخل القصر علشان يتعشى، وبيلاحظ إن كل الأدوات اللي في القصر عملوا عشاء لبيل هي كمان، فبيتعصب عليهم وبيقول لهم إن هي مجرد مسجونة عنده في القصر. فبتقول له براد الشاي يبطل يحكم على الناس بالمظهر، لأن ده السبب اللي خلى الساحرة تلعنهم كلهم. وبتعرفوا إن بيل ممكن تكون البنت اللي هتفك اللعنة بتاعته، علشان كده لازم يتعامل معها بلطف ويكسب محبتها عشان هم كمان يخلصوا من اللعنة دي. فبيقتنع بكلامها وبيروح لأوضة بيل وبيطلب منها إنها تقعد تتعشى معاه، ولكن بتكون بيل فتحت شباك الأوضة وبتحاول تهرب منه. وأول ما بتسمع كلام الوحش بتنفعل عليه وبتقوله إن هي مستحيل تاكل معاه علشان هو حبسها. فبيتعصب هنا الوحش على كل الأدوات وبيقول لهم ما يحطوش أكل البيل تاني علشان هي رفضت تتعشى معاه. وبعدها بيروح الأوضة اللي في الجناح الغربي، وبنعرف إن هو مانع أي حد يدخل الأوضة دي علشان هي فيها الوردة بتاعة الساحرة، وطبعا لو كل الورق اللي فيها وقع هيفضل وحش وهتبقى دي طبيعته مدى الحياة. فبتروح براد الشاي لبيل علشان تهديها، وبتلاحظ إن هي بتخطط علشان تهرب، فبتحاول تقنعها إن هي تقعد تتعشى مع الوحش، وبتقول لها إن هو قلبه طيب ومظهره الخارجي عكس شخصيته تماما. فبتقتنع بكلامها ده وبتروح للجناح الغربي اللي ممنوع حد يدخله، وبتشوف الوردة بتاعة الساحرة. فبيجي الوحش هنا ويزعق لها، فبتطلع تجري من الجناح بسرعة وبتقرر ان هي تهرب من القصر. ولما الادوات بيشوفوها وهي بتجري بيحاولوا يمنعوها، ولكن بيل بتهرب وبتركب على الحصان بتاعها علشان ترجع القرية بتاعتها. وفي طريقها بيهجم عليها مجموعة ذئاب وبيحاصروها من كل اتجاه، فبتحاول تدافع عن نفسها ولكن عددهم بيبقى كبير، وبيهجم واحد من الذئاب على الوحش من غير ما ياخد باله وبيعضه في كتفه. فبيضربوا الوحش وبيخاف منه كل الذئاب ساعتها وبيبدأوا يهربوا، وبعد كده بيفقد وعيه. فبتاخده بيل على الحصان بتاعها وبترجعه تاني للقصر. وفي الوقت ده بيكون والد بيل في الطريق علشان ينقذها ومع جاستون والمساعد بتاعه. وأول ما بيوصل للغابة بينسى الطريق تماما وكأنه ما جاش من هنا قبل كده. فبينفعل جاستون وبيتهم انه بيكذب عليه علشان عاوز يجوزه بنته، ولكن بيتفاجئ ان والد بيل بيقوله انه مش هيجوزها له اساسا. فبيتعصب عليه وبيضربه وبيربطه في شجرة علشان الذئاب تاكله. وبنرجع في الوقت ده لبيل وهي في القصر وهي بتحاول تطهر الجرح بتاع الوحش، فبيتهمها ان هي كانت السبب في كل ده علشان حاولت تهرب من البداية. فبتتضايق هنا بيل من كلامه ومن طريقته، وبتسأله ازاي الادوات اللي في القصر مستحملين طريقته وافعاله السيئة دي. فبتقول لها براد الشاي ان الوحش كان ملك مغرور ولكن قلبه طيب، وانه اكتسب صفة الغرور دي من والده، ولما تحول لوحش عرف غلطه وقرر يغير من نفسه. وبتعرفها قصة الوردة والساحرة، وإنه لازم الوحش يحب بنت قبل ما كل أوراق الوردة تقع، لأنه لو وقعت كل الأوراق قبل ما واحدة تحبه هيفضل وحش للأبد، وهم كمان هيفضلوا أدوات ومش هيقدروا يرجعوا بشر مرة تانية. والسبب في ده هو إن كان كل اللي موجودين في القصر بيحكموا على الناس بمظهرهم. فبتتأثر بيل بكلامها وبتفهم إن الوحش كان بيعاملها بأسلوب مش كويس علشان محبط، وفقد الأمل إن حد يحبه. تاني يوم بتيجي ست فقيرة وبتشوف والد بيل وهو مربوط في الغابة، فبتاخده معاها وبتعالجه. وفي نفس الوقت ده بتكون بيل قاعدة مع الوحش في أوضته وبتحكي قصة لويليام شكسبير. فبتتفاجئ ان الوحش بيكمل معاها القصة وان هو قرأ كل كتابات شكسبير، فبيقول لها ان هو بيحب القراءة وبياخدها علشان يوريها المكتبة بتاعته. ولما بيلاقيها منبهرة بالكتب اللي موجودة بيقول لها ان هي ممكن تاخد الكتب اللي هي عايزاها. فبتلاحظ بيل ان الوحش لأول مرة بيتكلم معاها بطريقة كويسة، فبتكون فرحانة جدا لانه اسلوبه بدأ يتغير. وبعد شوية بيتمشوا مع بعض على الجسر وبتقرأ بيل كتاب لشكسبير، وبيقول لها الوحش ان هو منبهر بجمال الغابة، وبيشكر بيل علشان خلته يغير من شخصيته وما يحكمش على الناس من خلال مظاهرهم.
وبيكون واضح عليهم هما الاتنين انهم بدأوا يحبوا بعض. تاني يوم بيقعد الوحش لوحده وبتيجي بيل تتكلم معاه، وبتلاحظ ان هو بيقرا رواية رومانسية، فبتشكره علشان انقذها في الغابة من الذئاب، وبتسأله عن اكتر حاجة نفسه فيها، فبيقول لها ان هو نفسه يهرب، وبيقترح عليها انها تهرب معاه. فبياخدها للمكتبة بتاعته وبيوريها كتاب سحري، والكتاب السحري ده ادته له الساحرة اللي لعنته وحولته الوحش، وبيعرفها ان الكتاب ده ممكن ينقلهم لأي مكان هم عاوزينه. فبيطلب منها تتخيل مكان نفسها تروحه، فبتتخيل بيل بيت أهلها في باريس، وبتروح هناك هي والوحش. فبتقوله ان هي اختارت المكان ده بالذات علشان والدها رفض يقول لها سبب وفاة والدتها. فبيلاحظ الوحش قناع دكتور، وبيقول لها ان والدتها ماتت بسبب مرض الطاعون. فبتفهم بيل ان والدها رفض يقول لها سبب وفاة مامتها، لان هو اضطر يتخلى عنها ويبعد عنها علشان هي ما تتصابش بالطاعون. فبتطلب من الوحش ان هو يرجعها القصر مرة تانية. على الجانب الاخر بيروح جاستون علشان يقعد في البار، وبيتفاجئ ان والد بيل لسه عايش، وخصوصا بعد ما ربطه في الشجرة علشان الذئاب تاكله. فبيحاول والد بيل ان هو يضربه، ولكن جاستون بيمنعه وبيقرر يوديه مستشفى الأمراض العقلية. وفي الوقت ده بتكون بيل بترقص مع الوحش، ويكون واضح عليها إن هي بدأت تحبه. ولما بيخلصوا بتقوله إن والدها هو اللي علمها الرقص، وإن هي مفتقداه جدا. فبيتأثر الوحش وبيديها مراية سحرية تقدر من خلالها تشوف والدها. فلما بتشوف بيل والدها بتتفاجئ إن سكان القرية ماسكين باباها وبيضربوه. وبدون مقدمات بيطلب منها الوحش إن هي تروح لباباها علشان تنقذه، وبيديها المراية السحرية كهدية ليها. ولما بتمشي بيلوموا الشمعدان علشان سابها تمشي من القصر، لأنها كانت الأمل الوحيد ليهم علشان يتحرروا من اللعنة ويرجعوا بشر مرة تانية. فبيعتذر له هنا الوحش علشان هو السبب في اللي حصل لهم، وبيقول له ان هو حب بيل من كل قلبه، ولكنه ما يقدرش يحبسها هنا ووالدها في خطر. في الوقت ده بتوصل بيل للقرية بتاعتها، وبيكون سكان القرية واخدين باباها لمستشفى الأمراض العقلية. فبتحاول تمنعهم بيل، فبيقول لها جاستون ان والدها مجنون علشان بيقول ان في وحش حبسها في القصر بتاعه. وبيقول له سكان القرية ان هم لازم يقتلوا الوحش ده لأن وجوده تهديد للبشرية. ولما بيل بتحاول تمنعهم بيحبسوها مع والدها في العربية، وبيقرروا يودوها مستشفى الأمراض العقلية هي كمان. وبيعرف جاستون بعد كده مكان القصر بتاع الوحش من خلال المراية، وبيروح هو وسكان القرية علشان يقتلوه. وفي الوقت ده بتحكي بيل لوالدها ان الوحش مش شخص سيء، وان هو سابها تمشي عادي لما عرف ان هو في خطر. وبتقوله ان هي لازم تهرب علشان تساعده قبل ما سكان القرية يقتلوه. فبتديله دبوس من شعرها، وبيستخدم والدها مهاراته وبيفتح القفل بتاع العربية، وبيقدروا يتحرروا. وبيروح للقصر، وبيكون الوحش قاعد متضايق ان هو فاكر ان بيل مش بتحبه، وان هي مش ناوية ترجع له تاني. فبتيجي الساعة وبتقوله ان سكان القرية بيهجموا على القصر، وفي الأرجح عاوزين يقتلوه. وبيقدر سكان القرية انهم يدخلوا القصر فعلا، فبيهجم عليهم كل الأدوات اللي موجودة علشان يدافعوا عن الوحش. وبتضرب الشماعة المساعد بتاع جاستون، وبيطلب منه يساعده، ولكن جاستون بيغدر بيه وبيسيبه علشان يروح يدور على الوحش ويكون بطل في نظر الناس. وفي نفس الوقت ده بتقدر بيل تخرج من العربية وتاخد الحصان بتاعها، وبتروح القصر للوحش علشان تنقذه. وبنرجع تاني لجاستون بعد ما قدر يلاقي الوحش وبيضرب عليه نار، وكمان بيوقعه من الشباك. ولكن لحسن الحظ الوحش ما بيحصلوش حاجة. فبيلاحظ الوحش ان بيل رجعت للقصر تاني، وبيكون سعيد جدا علشان بيعرف ان هي جت تنقذه، وبناء عليه بيفهم ان هي بتحبه زي ما هو بيحبها. فبينط على السطح علشان يروح لها، ولكن جاستون بيمنعه وبيفضل يضرب فيه. فبيتعصب الوحش وبيمسكه من رقبته علشان يرميه من السطح، وبعد تفكير بيقرر ما يقتلوش ويسيبه يمشي. وبعدها بيروح لبيل علشان يعترف لها ان هو بيحبها. فبيضرب جاستون عليه نار من بعيد، وفجأة بيقع من على الجسر اللي وقف عليه وبيموت. وبيكون الوحش في الوقت ده واقع على الأرض وبيموت هو كمان. فبتعيط عليه بيل وبتعترف له ان هي بتحبه، ولكن للأسف بيكون فات الأوان لأن الوحش مات. وبتوع آخر ورقة من الوردة بتاعة الساحرة، وبسبب كده بتفقد كل الأدوات روحها وبيموتوا هما كمان. ولكن في الوقت ده بتوصل الساحرة للقصر، وبترجع الوردة زي ما كانت بالظبط، خصوصا بعد ما شافت حب بيل للوحش.
وبعدها بترجع الوحش لشكله الحقيقي، وبتفك اللعنة عن القصر بالكامل، وأخيرا بترجع كل الأدوات لشكلهم الحقيقي هم كمان، وبترجع الساحرة ذاكرة كل الناس علشان يفتكروا إنه هو الملك. وبيقرر الملك في الوقت ده إن هو يتجوز بيل ويعيش معاها في سعادة، خصوصا بعد ما اتعلم درس مهم جدا، وهو إنه يبطل يحكم على الناس من المظهر. وبيخلص الفيلم على كده. وهنا عايزين نسأل سؤال مهم جدا، يا ترى لو هي اللي كانت الوحش وهو اللي كان الجميل، هل كان هيحبها؟ ولو عجبكم فيلمنا ما تنسوش تشتركوا عندنا، وسلام.